في ضوء ماتش امبارح، هل شايف ان احنا ماتش جنوب افريقيا هنبتدي نلعب برضو بنفس فكره الاثنين ارتكاز، ولا هو اصلا الماتش ده محتاج اثنين ارتكاز اصلا في نص الملعب؟ لا طبعا مستوى جنوب افريقيا افضل من زيمبابوي، رغم خلي بالك يا ابراهيم الاثنين نفس المدرسه. يعني خلي بالك هتلاقي المسافه حتى بين زيمبابوي وجنوب افريقيا ممكن ساعه او ساعتين، وهتلاقي لعيبه من منتخب زيمبابوي بتلعب كتير في الدوري الجنوب افريقي. انت امبارح عندك ايجابيات زي ما الكابتن عيد قال وكابتن سيد، اللي هو اللي عندك حلول هجوميه. لكن نتكلم على السلبيات الاول. انت عندك سلبيات في المنتخب. زي انا بالنسبه لي لخط الدفاع عندك مشكله في حته السرعات، مع احترامي لفرقه زيمبابوي. انت امبارح وانت بتتفرج على الماتش انت ممكن تسجل في اي وقت، بس جاي لك احساس ان انت ممكن تستقبل في اي وقت. ممكن تقول لي مين موجود افضل من اللي موجودين؟ انا ما بقولكش مين، هم مش وحشين، لكن انا بقول لك النهارده عندك مشكله في حته السرعات، عندك مشكله في حته التمركزات. ايوه، ما انا هحلها ازاي؟ ما هو يعني انت النهارده يعني بص يا ابراهيم، انت النهارده حسام عبد المجيد، هي دي القماشه اللي موجوده، وهي دي السرعات اللي موجوده، دول اسرع لعيبه. كابتن حسام قعد التصفيات كلها بيلعب برامي ربيعه. ايوه، جه ماتش نيجيريا لاعب ياسر وحسام لاول مره مع بعض. ماشي، ما جراش برضه لا ما فيش حاجه اسمها ما جراش حاجه. ليه؟ اللي انت النهارده لما بتلعب جنب واحد كتير خلاص انت اتعودت عليه، ممكن بتبقى قاري افكاره وعارف انت ايه اللي محتاجه في الملعب. دي بتفرق في الملعب، او انت بتلعب كوره هتحس بيها. رقم 2، انا بالنسبه لي الشناوي جون كبير وجون عنده خبرات وكل حاجه. بس انا شايف ان الشناوي عنده مشاكل، ودي بانت في ماتش نيجيريا وماتش امبارح برضه. يمكن في اكتر من كوره بيمسكها على مرتين. في وقت من الاوقات لما تلاعب منتخب جامد او منتخب قوي او عنده خبرات، انت هيبقى عندك مشاكل، خاصه في حته التحولات الهجوميه. جنوب افريقيا انا شايف بنشوف الكلام ده مع سان داونز، بنشوف مع الفرق، مع كايزر تشيفز، مع الفرق اللي بتلعب في دوري الابطال او في الكونفدراليه، من اللعيبه السرعات مهاريين، عندهم سرعات جامدين جدا في حته التحولات الهجوميه. عشان اخلص معاك الحته بتاعت الدفاع ديت، طب هو موجود خالد صبحي واسماعيل وحسام ورامي ربيعه، يلعب بمين بقى؟ انا بالنسبه لي رامي ربيعه اكتر خبره. مع مين بقى ممكن جنب ياسر او جنب حسام. اللي انت النهارده معلش خالد صبحي 3 ماتشات او 4 ماتشات دوليين. الثاني اللي هو بتاع محمد اسماعيل يمكن ما لعبش ولا ماتش دولي زي ما قلت لك. لكن يا ابراهيم خلي بالك البطولات البدايه بتبقى صعبه على طول. يعني اول ماتش بيبقى اصعب ماتش في البطوله. انت خلي بالك زيمبابوي بقى لها فتره كبيره جدا ما شاركتش في افريقيا، ويمكن انت تتذكر بس ساعه الموضوع الماتش الطوبه. فبرضه فرقه مجهوله بالنسبه لك. لكن انت زي ما قلت لك انت عندك حلول هجوميه بشكل كبير قوي. امبارح تغييرات الكابتن حسام كانت كويسه. وخلي بالك في حاجه امام كانت كويسه. انا بالنسبه لي كويسه في حاجه يا ابراهيم، اللي انت النهارده برضو انا بالنسبه لي محمد صلاح او عمر مرموش هم في الاول والاخر هم مش راس حربه. الراجل بيلعب في ليفربول ناحيه اليمين وعمر بيلعب ناحيه الشمال وبيلعب راس حربه بس بيلعب يعني لكن مركزه الاساسي مش راس حربه. فانا شايف كمان اللي انت مدرب وتغير في بطوله. خلي بالك هي مش سهله اللي انت تغير في ماتش افتتاح في الدقيقه 31 في اول ماتش. مش اي مدرب يبقى عنده الجرأه اللي يغير. فدي برضو انا بشيد بالكابتن حسام اللي النهارده تدخل في وقت. وفي الاول والاخر برضو زي ما كابتن سيد قال تصرف بتاع امام استقباله للتغيير بشكل كويس. لكن زي ما قلت لك كل ما البطوله الماتشات بتجري كل ما هتلاقي صعوبه في المستويات او مستويات اعلى من زيمبابوي. فارس زي ما الايجابيات واضحه قوي والسلبيات واضحه قوي، وده تباين غريب. يعني انت ممكن تشوف مستوى الايجابيات في الفريق او في المنتخب واضحه والسلبيات ما تكونش بنفس القدر، انما انت ايجابياتك باينه قوي وسلبياتك باينه قوي. ايه بقى ايجابياتك؟ مهما كان بتضيع، وانا عندي مشكله مع فكره ان يردد حتى يعني من ناس محسوبه علينا فكره ان المنتخب كسب حظ. لا، ده المنتخب الحظ منعه ان هو يكسب بدري. ماشي، الارقام بتقول كده. 35 محاوله على المنافس من بدايه البطوله، ما حدش عمل الرقم ده، واشك ان الرقم ده سهل يتعمل. طيب ما هو ده فيه سلبيه، ان انت عندك 11 كره اون تارجت من 35 سجلت منهم كام؟ وكان المباراه ممكن تروح لحته ثانيه خالص. الايجابيه نفسها جواها حته سلبيه بالظبط. الايجابيه نفسها الكبيره جواها انت بتروح كتير قوي. وبعدين مش بتروح بكواليتي قليل، ده انت بتروح وعندك صلاح ومرموش وامام فعندك ناس كواليتي يقدر فينيشر يكون كويس جدا. برضو ده ما حصلش. طيب في حته برضو ايجابيه، قصه امام دي ستوري، دي قصه وحدوته ما اقدرش اخدها في المشهد بتاع خروجه بس. لا، هو لها ما قبل كده. ايه هو؟ امام عجبني قوي في حته انه اشترى اللي عمله معاه كابتن حسام. اللي عمله فين؟ ده طلعه، لا اللي قبل كده. وبص لنص الكوبايه المليان اللي هو امام كان بره. امام جاي من البيت. امام كام شهر نتيجه اصابه زي دي كان طبيعي. انا بقول لك يا هيما طبيعي ممكن ما كانش يكون في البطوله. مغامره
حلوة، زاويه حلوه دي برضه. طبعا جه ماتش نيجيريا كويس ان هو حاسب حسابها لو هو زي ما انت بتقول كده يعني. مستحيل بطبيعه امام رد فعله التلقائي يكون كده الا لو هو شاري الكابتن حسام كتير. شاري الكابتن حسام كتير. وكابتن حسام عمل معاه ده. انا جبتك لاعب الطبيعي بالحسابات تبقى بره البطوله. المنتخب به قال ان انا مش هدخلك معايا عشان خاطر انت مش جاهز، وفكره انك دخولها على لعيبه. ده الراجل قال لك تعالى وانزل ماتش نيجيريا واعمل مباراه كبيره وتعالى. لا مش كده وبس، ده انا هبدا بيك اول ماتش في كاس الامم. لا ده ثقه كبيره جدا في امام. امام كان يبيع كل ده وفي لحظه انفعاليه بقى انا خدت ده رميته وخلاص وانفعال وطق، يا اما افتكر لكابتن حسام كل ده. امام اشترى ده. فدي عجباني جدا ان امام عرف يعمل ده. المشكله بقى الثانيه الدفاع. لا احنا عندنا مشكله، وعندي مشكله اكبر زي ما الكباتن بيتكلموا. لا انا شايف اي اتنين في الاسماء اللي اتقالت هيعملوا مشكله برضه. ياسر كان بعيد، وكابتن حسام في اخر اختياراته ما كانش واخده. حسام عبد المجيد ما كانش طول الوقت بيبدا في اللاين اب بتاع كابتن حسام. هوب الاثنين بادئين مع بعض. طب في حد بره احس انه لو نزل هيدي الناس دي كتف ويفرق قوي؟ لا لا محمد اسماعيل ولا حد في الدوري ولا حتى. فهي حلها بالنسبه لي بصراحه الكابتن هاني رمزي حتى لما اتكلم امبارح في القصه دي مفيش حد. محمود مرعي بيراميدز يعني شبه الناس اللي موجوده، بس يعني البروفايلات كلها قريبه والمستويات كلها قريبه. يعني مفيش حاجه يعني مفيش واحد كان جامد قوي وهو راجل ما جابوش. بس خلي بالك برضو انت عندك رامي ربيعه خبرات، وهو اللي لعب التصفيات كلها، ولعيب برضو عنده خبره في البطولات. هو زيه زي ياسر يعني. برضو يعني ده اللي انا قصدي عليه. ممكن يكون يعني بيتميز بحته زياده بس مش للدرجه، يعني مش لدرجه ان هو موقع الريتم وموقع التيم. يعني ما اعرفش، انا ما اعرفش انتوا رايكم ايه في القصه دي. هي بالنسبه لي حلها مش افراد. حلها من جوه الملعب. منظومه. لا جوه الملعب. زي يعني حمدي فتحي يرجع تالت. ده وجهه نظري. هنلعب 3-4. العب 3 وهتدي واحد زي فتوح اريحيه بان هو يتقدم مش قلقان، وعندك واحد زي تريزيجيه او امام يقدر يكون بلاش الاثنين 6 جنب بعض زي ما كابتن سيد قال، لان انا برضو بالنسبه لي مش فاهمها قوي وشايف ان ما بنطلعش بالكره بسببها. حمدي يبقى مساند لنص الملعب ومساند للاثنين سنتر باكين، يقدر ينظم الحته دي وهتديك اريحيه. الثلاثه اللي قدام بقى عندك اختيارات كتير جدا، وحط واحد من امام او زيزو او تريزيجيه جنب مروان. خلي بالك كيروش عملها في بتاع اللي هو وانت معاك الكوره بيبقى في نص الملعب، وانت معاكش الكوره بيرجع ورا. صحيح. مع بحمدي كمان. طيب. بحمدي. هروح لفاصل وبعد الفاصل ارجع لشابوني ولاحمد ثابت. يلا نروح لفاصل ونكمل مع حضراتكم.